السلام عليكم يا مساء السعادة على كل اخواتي وحبايبي. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة اول رجب، وكل سنة انا بحب اقول الدعاء ده: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا صالح الاعمال يا ارحم الراحمين. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، اللهم امين. فيديو النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل السمك البوري السنجاري مع بعض ورز الصيادية ان شاء الله بطريقة مميزة جدا وبكل تفاصيله باذن الله، وهيطلع معاكم الطعم ولا اروع من كده. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ مع بعض الفيديو. اول حاجة هنا معايا واحدة من كل حاجة من اللي انا هقولها دي، حباية واحدة بس مش اكتر. واحدة جزر مبشورة مبشورة يعني بالمبشرة، وواحدة فلفل رومي برضو متقطعة صغير جدا، واحدة فلفل حامي متقطعة صغير، طماطماية متقطعة صغير مكعبات صغيرة خالص. كان هنا انا هنسى بقى اهم حاجة البصلية المبشورة، بس الحمد لله لقيتها يعني وافتكرتها في اخر لحظة، هتلاقوني بشرتها تاني ما كانتش مع المقادير. وعندي راس توم مفرومة حطيت نصها والنص التاني هخليه للرز ولتتبيلة السمك. وهنا عندي هريسة الشطة باخد منها معلقة كده. هي بتبقى سبايسي يعني الخلطة دي بتبقى سبايسي لعشاق الحراق، مش بتحبوا الحراق استبعدوها قللوها او استبعدوها براحتكم خالص. هنا عندي نص معلقة كزبرة ونص معلقة كمون، وهنا عندي كزبرة وشبت يعني نص ربطة كزبرة وحوالي 4 عيدان شبت مش اكتر، ومعلقتين من الزيت. وبعمل الملح طبعا بوضب بقى الملح بظبطه عشان خاطر انا حطيت معلقة مش مليانة قوي من الملح، ده ملح ناعم مش بيحدق قوي. لو الملح الخشن راعي ان انتي ممكن تحدق منك الخلطة دي، اما الملح ده انا حاسة ان هو مش بيحدق مش عارفة ليه، فبضيف منه كتير ما بيديش برضو نتيجة الخشن اللي انا كنت بستخدمه. ده كيلو سمك بوري بجيبه كده بنضفه كويس جدا، بشيل منه القشر وبقشر منه الزعانف او اي حاجة، وبطلع بفتحه كده من ظهره وبطلع البطن بتاعته، وببدأ ان انا اغسله كويس جدا بفرشة السمك بتاعتي. واهم حاجة اللي عند السلسلة بتاعته دي بتبقى فيه تجمعات دموية كده، لازم تتشال ويبقى زي الفل ويتصفى كويس جدا. وبعد كده ابدأي بقى تبليه عشان ما يديش ريحة زفار. هنا عندي باخد حبة كده من هريسة الشطة وحبة كمون على حبة كزبرة مش كتير على قد السمكاية، ورشة ملح بسيطة. وابدأ ان انا ادعكم وحبة توم صغيرين، اهم حاجة التوم السمك عموما بيحب التوم والليمون والكمون والكزبرة. انا مش مستخدمة هنا اي بهارات خالص غير الكمون والكزبرة فقط لا غير. يعني عايزة عندك حضرتك بهارات سمك تمام، انا ما كانش عندي بهارات سمك فاستخدمت دول وبيقضوا الغرض. اصلا زمان ما كانش فيه لا بهارات سمك ولا حاجة خالص، كان كمون وكزبرة والحمد لله على كده. تبلت بقى السمك بقى بنفس الطريقة، وبدأت جبت صاج كده عندي وفرشته بورق فويل، وجبت ورقة فويل كده على قد السمكاية وبدأت ادهنها بالزيت عشان خاطر السمك بتاعي ما يلزقش فيها. وبدأت احط بقى السمكية بتاعتي وافصل عليها الفويل بتاعي كده واقفل كويس عشان خاطر الخلطة بتاعتي ما تنزلش بره او تطلع بره الصاج. بعد ما خلصت بقى كل الثلاث سمكات اللي معايا، بدأت اجيب بقى الحشوة بتاعتي اللي انا عملتها وبدأت احشي بيها السمك كده من فوق الوش. عايزه اقول لكم بقى الخلطه دي كانت رهيبه بجد بجد، جربوها ومش هتندموا. بس هي كانت سبايسي شويه، مش شويه، هي كانت شويات بصراحه. بس لو حد مش بيحب الحراق ممكن يقلل الفلفل الحامي او يشيله خالص او يقلل هرسة الشط. هنا عندي بقى للديكور عندي كده ترانشات برتقان بتدي ريحه جميله قوي للفرن، هي ملهاش علاقه بالوصفه بس هي كان نظام ديكور مش اكتر. يعني بصراحة شفت الشيف علاء الشربيني عملها بس كان عاملها في جنب السمك كده، فانا قلت اغير بقى فعملت التاتش بتاعي. وترنشات ليمون كده، طبعا السمك اساسه ليمون. وبدأت ان انا اسيبه بقى كده على جنب لحد ما عملت الرز، وهو بيتشرب حطيته هو في الفرن بقى عشان كله يطلع سخن كده. عندي بقى حلة على النار وبحط فيها حبة من الزيت وبنزل عليها ببصلتين متقطعين صغير مكعبات كده. انا بحب البصل بتاع الرز كتير، لو حضراتكم مش بتحبوه كتير قللوه براحتكم خالص. ببدأ اقلب فيه كده لحد ما لونه بيبقى بني غامق خالص مش يتحرق. في فرق، في سنة بسيطة قوي ما بين الحرق وما بين ان هو يبقى لونه بني غامق. فاللون اللي حضراتكم هتشوفوه ده هو ده اللون الاساسي اللي بيطلع اللون الرز جميل، هو ده اللون اللي انا عايزاه. ازيد من كده كده ينحرق. اما اللون ده تحفة جدا، انا مش بحط اي حاجة خالص، لا سكر ولا بكرمل ولا بعمل اي حاجة خالص، هو ده اللون الاساسي للرز. زمان ما كانش فيه لا كرملة سكر ولا حاجات من اللي هما بيخترعوها دي خالص.
جربت كل الطرق، هي دي الطريقة الوحيدة اللي نجحت معايا، لان انا بيبقى فيه نسبة سكر برضو في الرز فما بيبقاش لطيف خالص. بس وعندي بقى باقي الحاجات اللي كانت فاضله معايا من تتبيله السمك، هريسه الشطه والثوم، وعندي هنا فلفلايه قطعتها برضو صغير خالص خضره، لو عندكم حمرا هتبقى احلى، هيدي لون يعني للرز، هيبقى لون في محمر بسيط كده، بس انا استكفيت بهريسه الشطه. وعندي هنا نص معلقه كمون صغيره يعني مش كتيره قوي، ورشه كزبره. وعندي هنا انا حطيت طماطمية مكعبات، انا بحب المكعبات، بس لو حضراتكم عايزينها مبشورة براحتكم، عايزينها مفرومة براحتكم برضو، بس المكعبات افضل، لان الرز ده من النوعية اللي بتلزق بسرعة وبيعمل نشويات كتير زي بتاع الصلصة كده، عشان ما يلزقش معاكم وتتفادوا ان هو يعجن. بلاش الطماطم تكون مفرومة او مبشورة، لازم تكون متقطعة كده. بس وعندي ملح بقى ظبطته، وعندي نص مكعب مرقه دجاج، انا بحط مكعب مرقه دجاج في اي حاجه عموما، حتى الرز السمك بتدي طعم رهيب، جربوها ان شاء الله مش هتندموا. هنا الميه، اول ما حطيت الميه كده اول ما غليت وادت اللون، طبعا لازم تغلي عشان اللون يطلع من البصل قبل ما تحطوا الرز. بنزل بالرز كده وببدا ان انا اظبط بقى الميه بتاعته، وببدا ان انا اعملها على قد يعني الرز قده ميه. هعرف ازاي ان الرز قده ميه؟ انا عايزاه الميه تبقى علو عقلة صباع فوق الرز، مش ازيد من كده، لو ازيد من كده هيعجن معاكم. وطبعا الرز ده لو من الاساسي ظبط الميه بتاعته، لو ازيد سنه بسيطه هتلاقيه عجن معاكي، فلازم الميه تبقى كده، الرز باين من تحت مش قوي، وفي نفس الوقت زي ما انتوا شايفين كده تبقى عليه عقلة صباع بس. بسيبه بقى على نار عالية لحد ما بيتشرب كده، يبقى بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، ويبقى لسه فيه سوائل عشان تستوي فيها يعني. ببدأ ان انا اوطي خالص واغطي عليه واسيبه يتعايش بقى مع نفسه ويستوي. هنا كان عندي اصلا وانا بولع على الرز كنت مولعه الفرن يسخن جدا جدا، لازم الفرن يبقى سخن جدا قبل السمك ما يخش عشان ما ينزلش المية بتاعته وينشف معايا. بحطه كده، بحط الصاج بعد الفرن ما سخن جدا، بحط الصاج على الارضيه كده، لازم الارضيه عشان يستوي معايا بسرعه وما ينشفش معايا في الفرن، والخضار ما يطلعش ماي كده وطعمه مش حلو خالص. لازم اهم حاجه السمك يخش على نار على فرن سخن جدا، ولازم في الارضيه، ما ينفعش فوق او تحت. هنا عندي الرز طبعا يتحدث عن نفسه، خلص خالص، لا معجن ولا حاجه، كل واحده بوحدتها، والحمد لله طلع لونه جميل، مش محتاج لا سكر مكرمل ولا حاجات من دي خالص، ولونه كان احلى من كده كمان، الاضاءه ظلمه والله. واساس الرز ده اصلا لون البصل، هو ده العامل الاساسي للون اللي بيطلع قدام حضراتكم ده، وظبط الميه بتاعته، يعني الحاجتين دول بالذات خليهم اساسيين في عمايل الرز، وان شاء الله هيطلع معاكي ملهوش حل، وعمره ما هيعجن ولا هيبقى لونه بايظ او لونه هيحتاج لسكر او اي حاجه من الكلام ده. وهنا السمك عندي كان الرز بعد ما استوي، السمك بتاعي استوى برضو، بدأت ان انا اولع عليه الشوايه ياخد وش بسيط خالص، ما بدلوش وش جامد عشان الخضار بتاعي ما ينشفش او يتحرق او كده. وبس، وخلصت كده اكلي وبألف هنا وشفا يا رب. وعملت معاه سلطة برضو، طماطم وخيار وفلفل حامي وفلفل رومي وبقدونس وليمون وحبة كمون وحبة كزبرة بصوت خالص على السلطة، وملح طبعا، وعيشنا حياتنا بقى وكلنا الاكل اتنسف بصراحة، فكان طعمه روعة. والاضاءة صراحة ظالمة الاكل كمان، الاكل كان لونه وطعمه روعة روعة روعة، اتمنى تجربوه بنفس الطريقة، هيعجبكم جدا جدا. وطبعا شكرا جدا جدا لكل اخواتي اللي سألوا عليا يوم ما كنت تعبانه وقالوا لي الف سلامة عليكي، او قالوا لي اي كلمة جبرت بخاطري، او قالوا لي كل سنة وانت طيبة، او قالوا لي مش بتنزلي فيديوهات ليه. بصراحة سؤالكم ده عندي بالدنيا، وانا ماليش اخوات وانتوا اخواتي طبعا، وعيلتي التانية اكيد، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين. وبكده الفيديو بتاعي خلص، اسيبكم في رعاية الرحمن، مع الف سلامة.